غيجيش زياش مع المغرب. خصو يعرف تاريخ كأس العالم لن يتذكر اسمه. سي زياش من عنده ثمن وما عنده قيمه. زياش ما نديرو ما كنناقشوش. ملي تيجي ينضم في الفريق الوطني ما يبقاش يتزايد عليا بهذا الاختيار، وكل مره يقول لي وانا فضلت المغرب على هذا راه سميتو المغرب. بغيتي نشرح لكم شنو هو المغرب؟ هو 12 قرن تاع التاريخ. بغيتي نهضر لك على الكره فين راه يلعب السي زنزو، ماشي يبقى يدير بحال الا راه كيجمل على المغرب، راه سميتو المغرب صافي. دونك حنا بطبيعه الحال اللاعبين اللي تيجيو عندنا الفريق الوطني تنشكروا فيهم في تصريح سابق شدد فوزي القجع على أنه لن يتهاون مع أي لاعب في المنتخب المغربي يتخاذل عن أداء واجبه داخل الفريق، مؤكدا أن لا أحد أعلى من حامل قميص وراية المغرب العظيمة، كما نبه إلى ضرورة احترام المدرب وطاقم العمل وزملائه في المنتخب. وأشار القجع إلى اسم حكيم زياش تحديدا في سياق تأكيد أهمية الانضباط والالتزام، نظرا لما عانى منه اللاعب سابقا من بعض الخلافات داخل الجامعة الملكية المغربية، خصوصا مع المدربين السابقين، على عكس العلاقة الإيجابية التي تجمع حاليا بوليد الركراكي. وبالرغم من هذه الأمور سيبقى حكيم زياش حاضرا مع المنتخب، حيث سيشارك في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة